ها واحد الميني فلوغ. واخيرا اختي العوده للروتين ديال المدرسه. كي بقيتو مع الدخول المدرسي يجري عليا نجري عليك. شوفوا البنات المدرسه راه ما كتنظمش غير الوليدات، كتنظم حتى الامهات. انا بصراحه والله الا عزيز عليا الروتين ديالها. بالنسبه لهاد الميني فلوغات زينات ديالي من العطله ديالي ملي كنت باقي عند اختي في سلا. هنا فقنا الصباح وجدت لنا الفطور الحمد لله، اللهم اديم هنا محفظه من الزوال. فطرنا بداكشي اللي قسم الله. من بعد صيفطنا الوليدات مع باواتهم من لابيسين ديال الرباط. بقيت غير انا وياها في الدار، راس في الراس. جمعنا الدار، درنا الغدا ملي سالينا اختي شغلنا كامل. جلسنا حطينا هكا عويصير حليوه، درنا واحد شويه ديال الموسيقى وبقينا كنتعاودوا. جلسنا واحد الجلسه ما نقول لكمش البنات، صنطنا العظامنا. ايوا يا اختي من بعد ما عاموا حتى شبعوا جا فيهم الموت ديال الجوع. بالدخله قال لك خصنا ناكلوا. حطينا الغدا تغدينا الحمد لله، جمعنا غسلنا دوك المعينات ومن بعد خرجنا مع العشيه انا واختي الراس في الراس لهذا المعرض. ما ديتهمش معايا ولادي بصراحه، خليتهم مع باهم في الدار. جينا هذا المعرض كاين في سلا ديال الصناع التقليديين، فيه كل ما هو تقليدي بلدي. داكشي تبارك الله ما شاء الله واعر. والمعرض تبارك الله راه كبير. انا راه صورت لكم غير هكا لقطات، اما راه خاصني ساعه ولا جوج سوايع باش نقدر نحط لكم الفيديو فيه كل شيء. عشاق الفخار بحالي اختي غادي تمشيو من هنايا بلا عقل، يحوالوا لكم العينين تبارك الله ما شاء الله. الفخار اشكال وانواع، الفخار البلدي، الفخار الرومي، اي حاجه قلبتوا عليها غادي تلقاوها هنايا. بغيتوا الطبيلات كاملين اللي بغيتوا، طويجنات على الاشكال. المهم داكشي زوين بزاف. هنا كاين الزرابي بلديين وداكشي. راه كيما قلت لكم كنصور لكم هكا غير شويه لقطات في محل اللي بان لي هكا شويه خاوي كنقدر نصور فيه. هاد السيد هنايا كيبيع الديكورات، الكراسه داكشي ديال القصب. هنايا صورت لكم شويه هكا في طبوقه داكشي ديال الحلفه. اما انا راه ما نقدرش نصور في المعرض كامل. هاد الطبله عجبني الديكور ديالها فن، هذه الصغيره وكاينه حتى الكبيره ديالها راه كديروا لها الزجاجه من الفوق. داكشي ديال الخشب حتى هو بلدي. الاتات واعر متقون. هنايا كاين هاد الطابوريات بحال هكا بلديين يجيو شي صاله بلديه خطر. المهم هنايا كاين هاد الخصاص ديال الماء. هنا شريت هاد شابو لبا ديال العلم ديال المغرب، كنت ديت الطبق راه سبق لي وريته لكم. طابلويات عاوتاني ديال الحيط مرسومين. المهم العشاق الصناعه التقليديه المغربيه غادي يعجبكم هذا المعرض. ما عرفتش واش كيكون عندهم على العام اولا غير في هذه الفتره بصراحه ما سولتش. هنا كنت ديت هادو ديال الكحل كتلقاو هنايا حتى الطبيله بحال هكا كامله مكبوله بمعيناتها كاملين. غير هو يا اختي الثمن ما نهضروش فيه لا جدال ولا نقاش فيه. اثمنه تبارك الله غاليه ديال الطبيلات كاملين. القصاعي على الاشكال والانواع، الصغار الكبار الاحجام اللي بغيتو. حتى من القراب يا اختي راه صانعينو هكا بالفخار. كاين هكا ديكورات ديال الحيط ديال الخشب عجبوني. كما قلت لكم هاد الاتات ديال الخشب فن، حاجه كتنسيك في حاجه والله العظيم الا داكشي تبارك الله. اما هاد الطواجن كبار راه غير في الفيديو ما عاطيهمش حقهم، راه خاصهم جوج ديال الناس باش يهزوهم. شريت غرير فات ديال الطين